جزءنا كان خلص لما ريموند سأل عن حال زوجته، وبلغوا المساعد إنها بخير وبتقضي وقتها بشكل طبيعي وبتتجول في الحديقة كمان. فاتصدم ريموند صدمة كبيرة، لأنه من وقت ما إليجا طلبت الطلاق منه وهو مش قادر ولا ينام ولا ياكل، بعكسها هي اللي كانت مستمرة في أنشطتها اليومية المعتادة. فسأل نفسه إذا كانت هي مرتاحة مع فكرة الطلاق، وسرح بأفكاره لدرجة إن القلم انكسر في إيديه وإيديه انجرحت. وبالرغم من كده هو ملاحظش الجرح، بس مساعده هو اللي لفت انتباهه لوجود دم، وكان هيبلغ الطبيب بس ريموند منعه وقال له إن هو ما يقلقش. في اللحظة دي بلغوا المساعد إن الدوك روفت موجود وعاوز يشوفه، وبمجرد ما ريموند عرف إنه موجود فكر بإنه من المستحيل إن الدوك يكون سمع بالموضوع، وأكيد إنه جاي علشان يتفاوض معاه. وبالرغم من إنه مش عاوز يقابله بس هو ما عندهوش عذر، فبيسمح له بالدخول. ولما بيدخل عليه الدوك بيحييه وبيقدم له رسالة، فبيتفاجئ بيها الإمبراطور وبيسأله عن محتوى الرسالة. فبيقول له الدوك إن الرسالة هي إعلان رسمي عن طلب الطلاق، طلاق بنته منه. فقال له ريموند إن أكيد الأمر ما وصلكش خلال يوم واحد، بس الدوك قال له إن بنته هي اللي كانت مبلغاه وقالت له برغبتها دي، ووضح له بإن هو وبنته في نفس الجانب مع بعض. سأله الدوك عن مكان الإمبراطور، فقرر ريموند إن هو يضايقه وقال له إن هو حطها في قبو. وبمجرد ما قال له كده صرخ عليه الدوك وحذره، بس بمجرد ما الدوك صرخ ظهر الفرسان واتخذوا وضع الهجوم، بس ريموند منعهم كلهم. وسأل الدوك إذا كان بيعتقد فعلا إن هو ممكن يعملها بالطريقة دي، فاعتذر له الدوك فورا. فبدأ الإمبراطور يديله أوامر بخصوص مهمته الجديدة، وكأنه بيحاول ينسيه رسالته، بس الدوك صدمه برفضه للمهمة وبإنه يرجع، وصمم على استكمال طلباته. فغضب الإمبراطور وضرب بإيده على الترابيزة بعنف، وبدأ يحذر الدوك، بس الدوك استقبل ثورته بنظرة باردة. فحس ريموند وقتها بإن الدوك مش هيتوقف، وحس بالخوف. والدوك قال له إن في أسباب كتير كافية لتقديم طلب الطلاق، وقال له إن هو عاوز إجراءات الطلاق تخلص في أقرب وقت. وفي وسط كلامه سلط الضوء على موضوع تبنيه لطفل غير شرعي من غير ما يوصل لاتفاق مع زوجته، وده في حد ذاته سبب كافي للطلاق. حاول ريموند إن هو يتمسك بآخر فرصة ليه، وقال للدوك إن هو هيرجع في قراره ومش هيعلن إدموند أمير. الدوك حس بالصدمة لما سمع الكلام ده من الإمبراطور، لأنه متوقعش أبدا إن هو يضحي بطفله علشان خاطر إليجا. وبالرغم من كده بان عليه إن هو مش عاوز يتراجع عن قراره، وقال له بإن الموضوع مش متعلق بالطفل. ولما ريموند سمع الكلام ده افتكر تعبيرات إليجا بإن فيه سبب تاني، فسأل الدوك عن السبب وقال له إن مفيش أي مشكلة في علاقته بزوجته. بس الدوك معجبهوش الكلام واستأذنه في إن هو يمشي. ريموند لما بقى لوحده قال لنفسه إن هو مجبر إن هو يقبل طلب الدوك، بالرغم من إن هو غير سعيد بالطلب ده وكان باين عليه الحزن، وسأل نفسه عن سبب حزنه. بعد كده بتظهر إليجا وهي بتسأل هيفن إذا كان في أي أخبار جديدة، فقالت لها إن والدها راح علشان يقابل الإمبراطور، وقالت لها كمان إن كان في مشادة حادة ما بينهم هما الاتنين. ففكرت إليجا في إن لو طلقها الإمبراطور وبقى في خلافات بينه وبين والدها وقتها هتكون العواقب سيئة، فقررت إنها لازم تنهي المشكلة بنفسها فورا. وطلبت من هيفن إنها تبلغ حراس الإمبراطور بإن الإمبراطورة عاوزة تتناول العشاء مع الإمبراطور. وبالرغم من إن الخدامة اتفاجئت من طلبها بس وافقت إنها تنفذه. إليجا ما كانتش عاوزة تقابل ريموند تاني، وبالرغم من كده هي قررت إنها تقابله علشان تحط حد لكل اللي بيحصل. وفكرت في إنها بتحبه، بس هي متأكدة بإن هو محبهاش، وعلشان كده قررت تقابله تاني. وبيجي وقت العشاء وبتقابل الإمبراطور في غرفة الطعام، وبمجرد ما بتقعد بتقوله إنها غيرت رأيها. ريموند وقتها بيحس إن هو ارتاح جدا لما بيسمع كلامها ده، وطلب منها إنها ما تتكلمش عن الطلاق تاني أبدا. بس إليجا بيبان عليها الحزن لأن دي هتكون آخر مرة تتعشى فيها معاه، وبتقرر إنها تفتح الموضوع تاني. وقالت له إن تغيير رأيها مش معناه إنها مش هتتطلق، وقالت له إنها هنا علشان تنهي الأمور بشكل صحيح. فريموند بيقفل عيونه وضرب بإيده على الترابيزة وقال إن هو مش هيطلقها. بس إليجا فضلت هادية وقالت له إنها عاوزة تحل الأمور علشان هي مش عاوزة تتقاتل معاه. بس هو بغضب صرخ فيها وقال لها إنهم مش في وضع يسمح لهم بالطلاق لمجرد إن مشاعرهم اتغيرت. فقالت له إليجا إن هي دي كانت غلطتها، وهي كانت غبية لما فكرت فيه بإن هو ريموند مش الإمبراطور. وقتها هو هدى وبدأ يسمعها، فكملت كلامها بإنها مش عاوزة تعيش وحيدة بعد كده، وتوسلت ليه بإنه يسيبها تمشي. ريموند سألها يعني إيه الحب،
وبعدين قال لها ما تبقيش سخيفة. إليجا بصت له وهي مصدومة، لأنها بسبب الحب ده ضحت بكل حاجة علشانه، بس هو كل اللي كان فارق معاه إنها ما تفكرش غير في إنها الإمبراطورة وبس، وإنه إزاي هيخلي ابنه إمبراطور من بعده. وفهمت إن المشاعر بالنسبة له أمر تافه، فبدأت إنها تبكي وقالت له إن الموضوع بالنسبة لك ممكن يكون مزعج، بس بالنسبة لي أنا كل حاجة. وسألته إذا كان هو حبها ولو للحظة واحدة، ولما بيفضل ساكت بتقوله إذا كان مش عاوز يخليها زي والدته وما يبقاش هو بيتصرف زي والده الراحل فلازم يسيبها تمشي. بمجرد ما بتيجي سيرة والدته بيبان عليه الرعب، لأن سيرتها من الموضوعات المحظورة بالنسبة له. وبالرغم من إن إليجا حست بإنها قست عليه لما لمست جروحه، بس فكرت في إنها كان ضروري إنها تعمل كده. وأخيرا ريموند قرر إن هو يتكلم، ووقف وأعلن لها إنهم هيتطلقوا. وقبل ما يمشي قال لها إن هي كان عندها حق لما قالت إنهم غلطوا من البداية إنهم اتجوزوا، لأنه فعلا ما حبهاش ومش هيحبها أبدا. وكلامه ده كان زي السكينة في قلبها، وبدأت تبكي. إليجا كانت معتقدة إن مفيش أي حاجة هتضايقها بعد كده، بس كلامه البارد بإن هو مش هيحبها أبدا أثر فيها جدا. بدأت أخبار الطلاق تنتشر في القصر كله وكترت الإشاعات. إليجا سألت هيفن خادمتها إذا كانت هي عاوزة تطلب منها حاجة، فردت عليها بإنها بتتمنى لها إنها تكون سعيدة في حياتها. فقالت لها إليجا إنها تقدر تساعدها إنها تسيب القصر. فنزلت هيفن فورا على الأرض وتوسلت ليها إنها تاخدها معاها، لأنها ما عندهاش أي مكان تاني تروح له. بعد كده ريموند بيستلم رسالة من زوجته وبتطلب فيها إنها تمشي من القصر لو مفيش أي إجراءات تانية إنها تعملها. فبيفتكر إن هو بعت لها وثائق الطلاق لما كان غضبان، لما هي فكرته بالإمبراطور الراحل. وبالرغم من إنه ما كانش عاوز يعمل كده، بس هو عمل كده. وكمان مع إن علاقته بإليجا انتهت بشكل سيء، بس هو عارف إنها صديقته الوحيدة لسنين كتير، فقرر إن هو يتمنى لها السعادة في المستقبل. وطلب من المساعد إنه يبلغ الإمبراطورة إن كل حاجة هتتم حسب رغبتها هي. وبنروح لإليجا، وكانت هيفن بتبلغها رسالة الإمبراطور ليها، وسألتها عن الحاجات اللي هي عاوزة تاخدها معاها. فقالت لها إليجا إن في مكان واحد بس هي عاوزة تزوره قبل ما تمشي. إليجا راحت للقصر المهجور وهي كان معاها باقة من الزهور، ووقفت قدام القصر وفضلت تفتكر ذكرياتها مع ريموند ووالدته. وافتكرت لما ريموند قدر إن هو يستعيد القصر بعد ما رجع شرف والدته. إليجا رمت الزهور قدام القصر زي ما تعودت إنها تعمل دايما، بس حست بالحزن لأنها مش هتقدر ترجع لهنا تاني. بعد كده اتجولت في القصر ووقفت قدام شجرة كبيرة ورجعت بالذاكرة، وافتكرت لما سألت ريموند وهما صغيرين عن الشجرة دي وليه اسمه اتناقش عليها. فرد عليها بإنها شجرة زرعتها له والدته لما هو اتولد، وكانت دايما هي بتعتني بيها، لأنها اعتقدت إن لو الشجرة مرضت فريموند هيمرض هو كمان. وعلشان كده إليجا تولت رعاية الشجرة من بعد وفاة والدته وحتى يومنا هذا. وحطت إليجا إيديها على الشجرة، وفجأة بيظهر ضوء أخضر، وبتكون هي دي قدرة إليجا في إنها عندها القوة في بث الحياة في النباتات. وقليل قوي من الناس اللي بيعرفوا إن القوة دي عندها. والسبب اللي خلاها إنها تكشف الأمر إنها مش هتكون موجودة بعد كده علشان تراعي الشجرة، وهي مش عاوزة إن ريموند يحصل له أي حاجة وحشة. وقبل ما تمشي إليجا بتطلب من الشجرة إنها ما تمرضش أبدا، لأن مفيش حد يعتني بيها بعد كده. وبيجي وقت مغادرتها للقصر، وبتقول لها هيفن إن عربية الدوك موجودة، فبتستعد إليجا للخروج. وبتتفاجئ هيفن لأن الإمبراطورة مش معاها غير أمتعة قليلة جدا، وبتصمم على إن هو ده كل اللي هي محتاجاه. وبتاخد قبعتها وبتبص في مرايتها وبتخرج. ولما بيخرجوا بتقرر إليجا إنها تتمشى لقصر الربيع، لأنها متأكدة إنها مش هتقابل جوزها السابق، لأنه دايما بيكون في اجتماع في الوقت ده من كل يوم. إليجا بتفكر في إنها قضت مع الإمبراطور نص حياتها، وبالرغم من إنها ما كانتش سعيدة في أوقات كتير، بس هي عندها ذكريات سعيدة جدا دايما بتفتكرها معاه. هيفن سألتها إذا كانت هتركب العربية، بس إليجا بتقول لها إنها هتخرج من القصر ده وناوية والأول مرة في حياتها إنها تبدأ حياة جديدة. في نفس الوقت ده الإمبراطور بيكون في اجتماع، وكان باين عليه إن هو مش مهتم أبدا، وكانوا بيلفتوا انتباهه كذا مرة، بس هو ما كانش مركز بسبب إن هو كان بيفكر في زوجته أو في زوجته السابقة، وإنها هتسيب القصر في اليوم ده، لأنه ما قدرش يخليها تغير رأيها ولا إنها تفضل موجودة. إليجا وهي خارجة من القصر قابلت ليزانا في طريقها، فسلمت عليها، ولما بصت للطفل حست بمدى تشابهه بريموند، وسألته وهي بتدعبه إذا كان ناوي يكون إمبراطور زي والده. وسألتها ليزانا عن وجهتها،
فقالت لها إليجا بإنها ماشية للأبد لأنها اتطلقت من ريموند. ليزانا بينت استيائها وزعلها، وقالت لها إنها اعتقدت إنها كانت بتفضل تعيش جنب الإمبراطور طول عمرها. إليجا استغربت جملتها، بس بسرعة ابتسمت لها وقالت لها إن مفيش حاجة بتدوم للأبد، وإنها خسرت وقت كتير جدا من حياتها، وقالت لهم إنها بتتمنى إن الإمبراطور يكون سعيد مع الطفل ومعاكي. وبعدها بتدخل عربيتها وبتمشي، وبمجرد ما بتمشي تعبيرات ليزانا بتتحول لدرجة كبيرة، لدرجة إن الولد الصغير خاف لأنه ما شافش والدته بالتعبيرات ديت قبل كده. إليجا وصلت أخيرا لمزرعة كروفت، واتفاجئت جدا لما لقت إن غرفتها ما اتغيرتش، فقالت لها خدمتها القديمة إن الدوق أمرهم بعدم نقل أي حاجة من مكانها، وسألتها الخدامة إذا كانت هي محتاجة أي حاجة، فقالت لها إليجا إنها ما تتكلمش معاها بشكل رسمي تاني ولا على إنها ملكة بعد كده. تاني يوم بيدخل الدوق لأوضة بنته علشان يطمن عليها، فهي بتعتذر له لأنها ما قابلتوش قبل الوقت ده، بس هو بيرفض اعتذارها، وبتقول له إليجا إنها ناوية تنسى كل حاجة حصلت معاها، وسألته إذا كان قدر يعمل لها حاجة بخصوص هيفن لأنها كانت دايما بتهتم بالأشخاص اللي بيقفوا جنبها. فقال لها الدوق إنها كانت بتنتمي لعيلة كبيرة بس خسروا كل فلوسهم في لعب القمار، وبالتالي هي فعلا ما عندهاش أي مكان تلجأ ليه زي ما هي ما قالت. وبيقول لها إن وجود هيفن بجانبها هو أمر جيد، وسألها إذا كانت بتعتقد إن هيفن هتكون مخلصة ليها، فسألته إليجا إذا كان هو ناوي يقول للخدامة عن حملها، فبيصمم الدوق إن هو ما يقدرش يرسلها لوحدها المملكة بعيدة، واعتذر لها لأنه على الرغم من رغبته في المغادرة معاها بس هو مش هيقدر يسيب البلد بسبب. وهنا إليجا بتقاطعه وبتقوله إنها فاهمة إن هو من المقربين للإمبراطور، وبنعرف إن هو عنده مسؤولية كبيرة لحماية الإمبراطورية من المتمردين، وبغض النظر عن المواقف الصعبة اللي بتمر بيها المملكة بس هو هيفضل دايما مخلص للإمبراطور. إليجا بتحاول إنها تستوعب فكرة إنها لازم تعيش في مملكة بعيدة، وبتفكر في مصير طفلها، وحست بإن الأمر هيكون سهل في حالة مرافقة هيفن ليها، فطلبت منه إليجا إن هو يتولى أمر هيفن لأن دي هتكون مهمة صعبة. الدوق كنت بيحس بالحزن لأن طفلته الوحيدة هتبعد عنه، بس هو متفهم أسبابها، وقال لها عن أخت والدتها الصغيرة اللي هربت لمملكة تانية علشان تبدأ حياة جديدة لوحدها، بس تمت إزالتها من شجرة العيلة كعقاب ليها. وإليجا بتقوله إنها مش فاكراها بس سمعت عنها إنها توفت من وقت قريب. بعد كده بيقول لها الدوق إنها لازم تستعد للمغادرة. في القصر الإمبراطوري بيظهر الإمبراطور وهو باصص للنجوم، بس ما بيقدرش يفكر غير في إليجا، بس بسرعة بيحذر نفسه وبيحاول يلغي الأفكار دي، وبيسأل نفسه عن اللي هو بيعمله، بس هو بيحس إن هو مفتقد زوجته السابقة، فبيحاول إن هو يلغي مشاعره، وبيقول لنفسه إن هو أكيد حاسس بكده لأن إليجا هي صديقته من فترة طويلة، بس برضه هو بيفضل حاسس بالفراغ. ولما كان لسه باصص للنجوم بيبلغوا المساعد إن إجراءات الطلاق انتهت، وبالرغم من حزنه بس رد عليه الإمبراطور بإن هو هيعلن الأمر تاني يوم، وبيقترح عليه المساعد إن هو يجهز قصر إدموند، وبيقوله إن معظم الناس بيفترضوا إن ليزانا هتكون هي الإمبراطورة التالية، بس الإمبراطور بيفتكر لما ليزانا دخلت له مكتبه علشان تعتذر له عن طلاقه من الإمبراطورة، بس هو بيأكد لها إن الطلاق كان بسبب مشاكل شخصية. ولما قالت له ليزانا بإن إليجا تمنت لهم السعادة مع بعض وكانت عيونها متلهفة، ريموند وقتها ما حسش بأي مشاعر من ناحيتها، بالعكس هو حس بإحساس غريب وكأنه مفتقد حاجة هو نفسه مش عارف هي إيه. كده جزء النهاردة خلص، لو مكملين لغاية هنا تبقى قصتي عجباكم، فاشتركوا في القناة واعملوا لي لايك، وسلام.